اللي انا مستغرب له لحد الان ازاي منى الشاذلي ما استضافتش الكلب اللي صعد على قمة الهرم الاكبر، وبيجي حديث السوشيال ميديا من الداخل والخارج، بيجي حديث كل المواقع، بقت كل الدول بتتكلم عن الكلب البلدي اللي صعد على قمة الهرم الاكبر. والناس مستغربة ان هو طلع ازاي يعني، واخر شذاذة واخر تفاهة، واحنا بنحب نصدر التفاهات بصراحة، بنتكلم عن التفاهات. ولكن ربما تكون منى الشاذلي يعني لقد أخفت هذا الموضوع عن العالم كله، لأن الكلب طبعا ما بيعرفش يرد عليها، يتملي بتسأل طبعا إيه يعني إيه إحساسك يعني وأنت مشهور، إيه إحساسك وأنت كل الناس بتتكلم عنك، طب طلعت الهرم إزاي، طيب مش عارف إيه. فربما يكون في عجز يعني في الاستضافة للكلب ده من اتجاه منى الشاذلي. ولكن احنا كنا في انتظار ان هي تستضيفه ونعرف حكاية الكلب البلدي ده، ونعرف إحساسه ويعبر لنا عن مشاعره وأحاسيسه. ولكن مع الأسف إحنا اللي طلعنا عبرنا عن مشاعر وأحاسيس الكلب البلدي، وطلعنا قيمنا الكلب البلدي إن الكلب بلدي مصري فرعوني أصيل، إن الكلب ده صعد على قمة الهرم الأكبر، الكلب ده بقى حديث السوشيال ميديا وحديث كل المواقع، الكلب ده عمل ترويج أو تنشيط للسياحة من داخل مصر، الكلب ده وصل تريليون مشاهدة، إن الكلب ده اتعمل ثمنه من أحد السائحين، ووصل ثمنه من أحد السائحين كان عايز يشتريه ب100,000 دولار، وأحد السائحين الآخرين كان حابب إن يتصور معاه فطلبوا منه 25,000 دولار. بما إن الكلب المصري ده له أهمية مع حضراتكم كده، فما ننساش كمان إن كلية الطب البيطري جامعة القاهرة بتستخدم الكلاب بأسوأ وأقذر المعاملات. وتعالوا هنعرض الفيديو ده كده لحضراتكم وهنسمع مع بعضينا، وهرجع تاني أعقب مع حضراتكم، ويلا بينا. مساء الخير يا جماعه. ناس كتير جدا طلبت مني اتكلم على اللي بيحصل في كليه الطب البيطري جامعه القاهره، وانا ما رضيتش اتكلم لحد ما الف واعرف الموضوع بالظبط وافهم فيه ايه. دلوقتي يا جماعه كليه الطب البيطري جامعه القاهره قسم الجراحه بالتحديد بيحصل فيه بلاوي وجرائم بشعه ضد الحيوان. الحيوانات يا جماعه بيتم تعذيبها حيه وبتتشرح حيه يا جماعه، اقسم بالله بلاوي، ومش كلاب وقطط بس، كلاب وقطط وحمير وحصنه واللي يلاقيه. الكلام ده يا جماعه عشان برضو اللي افهمكم انا وصلت ليه بعد ما دورت. الكلام ده ما كانش بيحصل نهائي ايام الاستاذ الدكتور خالد العمري العميد بتاع كليه الطب البيطري سابقا. دلوقتي يا جماعه في دكتوره هي اللي ماسكه العميده، وهي اللي بتسمح بالحاجات دي في الكليه. ويا جماعه عايزه اقول لكم على حاجه، الكلاب قطط متكتفه ومربوطه من غير اكل ولا شرب وبتتشرح حيه، وقال ايه اصل احنا بنتعلم، اصل ايه، اصل بلا بلا بلا. الكلام ده ما كانش بيحصل نهائي يا جماعه اقسم بالله. وعايزه اقول لكم على حاجه، الدكاتره البيطريين اللي طلعوا اتكلموا في الموضوع ده وحاولوا ان هم يعترضوا ويقولوا لا ما ينفعش، تم فصلهم، تم تحويلهم للتحقيق، تم فصلهم من النقابه واتاذوا في وزي ما سمعتوا كده ده اللي بيحصل من داخل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، بيتم استخدام الكلاب بأسوأ وأقذر الطرق، بيتم تشريحهم ويتم استخدامهم بطريقة غير شرعية وغير قانونية وغير إسلامية بالمرة. ومفيش حاجة اسمها الرفق بالحيوان، لو في حاجة اسمها الرفق بالحيوان ومتمسكين طبعا بقانون الرفق بالحيوان، وبنشاهد في جميع الدول من الداخل والخارج ان الحيوانات بتتعامل على اعلى مستوى. ولكن شاهدنا الفترة الاخيرة هنا ان الكلاب في مصر ملهاش اي قيمة، مع ان الرسول عليه افضل الصلاة والسلام قال كل ما به روح لا يستخدم، يعني كل ما به روح لا يستخدم. ومتهيألي الكلام ده كلام الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ينطبق على اللي احنا بنشوفه من داخل جامعة القاهرة كلية الطب البيطري، ان بيستخدموا الكلاب وبيتم تشريحهم من غير بنج كمان. وحضراتكم يمكن سمعتوا الاخت اللي كانت بتتكلم دي ان هي اقتصت اجزاء كبيرة من الفيديو، ما حبتش تكمل الفيديو، لان لو كملت الفيديو شفتوا الكلب بيتعامل فيه ايه، كان ممكن الفيديو ياخد حظر، كان ممكن الفيديو ما يوصلش لحضراتكم. فاللي بيحصل من داخل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة ده شيء مقزز وقذر جدا بكل ما تحمله الكلمة من معاني، لا هو بيحمل روح الأخلاق ولا الإنسانية ولا له علاقة بالإسلام على الإطلاق. نتمنى من كل الجهات المختصة، من كل الجهات المعنية، إن هي يكون لها حل رادع
في ما يحدث من داخل كلية الطب البيطري جامعة القاهرة. وناس طلعت طبعا تعلق على الفيديوهات اللي هي منتشرة إن الكلام ده مش من القانون ولا الإسلام ولا المبادئ ولا الأخلاق ولا القيم، إن الحيوان يتم تشريحه ويتم التعليم عليه بالصورة دي. ففي ناس كتير طبعا كانت إجابتها في التعليقات يعني هو إحنا لو ما شرحناش بني آدم يعني أو ما شرحناش إنسان تزعلوا لو شرحنا الكلب؟ طب بلاش نشرح الكلاب ونستخدم البني آدمين وسيلة تعليم. فده يا سادة محترمين مش مبرر طبعا، ولا سمعنا في القرآن ولا في الدين إن التعليم بيتم سواء على التعليم من داخل الطب البشري أو الطب البيطري أو أي طب أيا كان مكان، إن يتم استخدام روح عشان نتعلم وننقذ روح أخرى. فالكلام ده مرفوض، والكلام ده طبعا بيمثل خطورة كبيرة جدا. فبناشد كل الجهات المختصة وكل الجهات القانونية إن يكون ليها رد فعل على ما يحدث من داخل كلية الطب البيطري بجامعة القاهرة، وإن يكون في وقف لهذه أو هذا المهزلة، وإن الحيوان لا يقل أهمية عن البني آدم، لأن ده مخلوق من مخلوقات الله ولازم نكون حريصين جدا